الأكلة اللي مش واخدة حقها، صاحب الأوردر ده هو بيطلبه مني بيقول لي أنا عايز الأكلة اللي مش واخدة حقها. يا ترى هي إيه؟ قال لي الأكلة اللي ما يختلفش عليها اتنين، اللي أي حد بيحبها. تعالوا معايا نشوف هي إيه بالظبط. بدأنا الأول بإن احنا نسلق اللحمة والمنكهات صحيحة، بصلة وطماطماية. أول ما اللحمة بتاخد معايا صدمة بحط الجزر والطماطم والبصل، سبتها تعيش مع نفسها. اللوبيا دي الأكلة اللي مش واخدة حقها، اللوبيا حطيتها في مية بتغلي السلق. وهنا التركية ان انا احط الثوم والبصل وفلفل احمر في الكبة وافرمهم كويس واخدهم على الزيت، احط منهم معلقتين ومعلقتين على جنب. اول ما يطلع ريحته ويصفر معايا شويه كده احط الصلصه بتاعتي، نص معلقه سكر عشان حموضه، معلقه ملح ونص معلقه شطه اختياري. اول ما احط اللوبيا احط بقيه التتبيله اللي احنا عملناها، البصله بالثوم بالفلفل، بتنقل اللوبيا في مكان تاني خالص. معلقه كمون، معلقه كزبره. انا ما بحطش اي توابل تاني. واللوبيا كانت معايا بالشكل ده، واللحمه كانت استوت. عملت لسان عصفور وعملت جنبها رز بشعريه. لو انتوا اول مره تشوفوني، انا صفحه اكل بيتي، اتمنى انكم تتابعوني وجربوا الاكله اللي مش واخده حقها بالتركيه دي، واتمنى تعجبكم ان شاء الله. ولايك وشير للفيديو لو عجبكم.